النشرة الثقافية ولأول مرة الفنانة نادية بارود. نادية بارود، أهلا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. أهلا نسرين، شكرا لكم أنتم على هذه الاستضافة، يعطيكم الصحة. إذا نادية بارود، نستهل الحديث معك عن ألبومك الجديد أيرغاز. ما مضمون هذا المولود الفني الذي يضاف لرصيدك الغني؟ قبل كل شيء نشكر كل الزملاء اللي قاموا بهذا التقرير عليا، يعني كان فيه ماشي نقول يعني يعطيهم الصحة، يعني نعم. قدموني في أحسن صورة، يعطيهم الصحة، شكرا. وبالنسبة للعمل هذا الأخير اللي قدمته يعني في هذه السنة، اللي هو عبارة عن ألبوم يعني بعد طول الغياب، لأنه أنا مش متعودة نخرج يعني في كل سنة، فكان فيه طبعا بحث خاصة في المواضيع، فبقيت دائما في الاجتماعي كما معروف على نادية بارود. في الاجتماعي أكيد سميته أيرغاز لأنه أتكلم على المواضيع اللي تخص المرأة خاصة جزائرية، فكان في مواضيع هكذا اجتماعية أكثر شيء في الألبوم هذا اللي نقدر نقوله. نعم، نعود للحديث ربما عن الفيديو كليب الذي صورته. أعدت يعني ربط الصلة بينك وبين جمهور الشاشة الصغيرة. صورت أغنية الوهامة. إذا استعنت فيه برقصات من الفلامينكو، رقصة من الرقص الأمازيغي، وحتى اللباس التقليدي للبلدين. ما دلالة ذلك؟ اولا ما نقولش انه علاقه راح ماشي انا اللي عاودت رجعتها يعني الواجهه، لانه العلاقه موجوده، نعرفوا نحن عندنا هذه العلاقه الموجوده زرياب اللي جا من العلاقه الموجوده زرياب اللي جا من الاندلس، وجاب يعني كل هذا الغناء اللي وصلنا. نعرفوا انه الجزائري يعني نغني حتى في الاعراس تاعنا اللي هو معروف الطابع السيكا اللي موجود، فكان في هذه الاغنيه صادفت انه تمزج بين يعني هذا الايقاعين اللي هو فلامينكو كما قلتي والقبائلي. فقلت بحكم تواجدي كذلك في هذا البلد يعني منذ سنوات، قلت لما لا، كيفاش نقولوا نعبر عن امتناني كذلك انه هما يحبوا بزاف الجزائر والطبوع الموجوده يعني هنا عندنا. فقلت هي فرصه انه نعرف الاسبان، لانه كاين حتى نسبة المشاهدة يعني للإشارة في الانستغرام يشوفوا يعني في إسبانيا كان أكبر يعني نسبة مشاهدة تما، لأنه يحبوا بزاف البربر يعني الأمازيغي، وعملت كذلك باش حنا نعرفوا بالأصالة تاعنا. وزيد تاني ما نظنش تاني المزيج هذا كان ان شاء الله تكون عجب جمهوري، وكما يعني عجب بعض الناس اللي راني نشوفهم يعني ردود الافعال اللي نشوفها تجاوب معها. نعم، هذا هو اللي حبيت نقول. نعم، استعنت أيضا بفريق تقني أجنبي. لماذا وكيف يعني ترين واقع صناعة فيديو كليب في الجزائر؟ لا موجود الحمد لله، يعني برك انه بحكم تواجدي تما كان عندي اصدقاء اللي هما كانوا في الميدان، قلت لي لا، فكانوا قراب ليا ومتواجدين معايا، فماشي من باب انه يعني باش نفضل كما نقولوا الجنسيه يعني تاع اجنبي، لانه ما شاء الله كاين بزاف مخرجين يعني كفء اللي يخدموا هنايا، وكاين دي كليب دليل كاين بزاف دي كليب هدموا هنايا، وكاين دي كليب دليل كاين بزاف دي كليب هنايا يعني ناجحين. لكن بحكم تواجدي وكانوا عندي قلت لك يعني اصدقاء تما، فقلت كانت الناس كانت واجده معي، فقلت هذاك كانت فرصه باش يعني كيفاش نقولوا سهوله التعامل.
فباش ما نكونش مضطره باش ننقل الفريق منا ولا، فهذه هي من هذا الباب فقط. كيف كان تعاملك مع تريانا دالجي؟ مهدي تريانا دالجي وكل الفرقة، مهدي تريانا دالجي وكل الفرقة يعطيهم الصحة على المشاركة. يعني شوفي، أول ما جات يعني خطرت في بالي فكرة أنا واللارونجور يعني المهذب اللي قام بالأغنية سمير عميروش اللي نشكره بزاف، وكل اللي ساهم سمير عميروش اللي نشكره بزاف، وكل اللي ساهموا في هذا. محمد كان الجيتاريست اللي كان عمل معايا خاصة هذا كيفاش نقولوا لي فوا هذوك تاع جيتان، يعني في لانه نعرفوا انه الفلامينكو معروف بزاف عند تما عند لي جيتون، معروف بزاف عند تما عند لي جيتون. فنشكره ونشكر مهدي اللي بدون تردد عندما قلت له عندي حاجه يعني راني نشوفكم فيها، خاصة يعني في لي جيتار وفي لافوا ما ترددش، جا وقد يعني قعد الساعة متأخرة معايا، يعني قعد الساعة متأخرة معايا في الاستوديو، نعطيهم الصحة. وكانت كي شفتي الريزولتا يعني النتيجة كانت رائعة، ونشكرهم على هذا الشيء، يعطيهم الصحة. نادية بارود أيضا عودتنا ربما على تأدية أغاني لعمالقة الفن، أو الأغنية القبائلية كتكريم لهذه القامات. هل قمت بذلك في هذا الألبوم الجديد؟ صح، في هذا الألبوم كانت أغنية تانية كود كور تاعي، لأنه في كل مرة يعني في مسيرتي وفي الحفلات والخاصة والعامة كان دائما، لأنه دوكا بتواجد هذا يعني كيفاش نقولوا إمكانية إنه الاستماع للأغاني، مش زمان كنا لازم تروحي كيفاش نقول الاستماع للأغاني، مش زمان كنا لازم تروحي كيفاش نقولوا لا ديسكوتيك، كان شوية صعوبة يعني في باش توجدي أغنية لواحد يعني فالناس اللي تحبيهم زمان، أبار يكون عندك مثلا أشرطة في البيت ولا الأم بالاستماع في البيت ولا الأم بالاستماع للناس يعني اللي يسمعوها لك. لكن الحمد لله الآن يعني اليوتيوب نسمعوا من خلاله الكفة. هذا يعني الأغنية هذه كنت استمعت، هو اللي محسعد يعني اللي عاوته، هو اللي كان ديجا كان أغنية يحبوها بزاف الفنانين تاع أغنية يعني قبل هذا الأغنية اللي أنا كيش نقولوا غير سمعتها وبديت يعني كيش نقولوا غير سمعتها وبديت يعني ندندنها، عجبتني بزاف، فقلت في يعني أقرب فرصة، وكان ذلك يعني في الألبوم اللي هي أثى شماعث، تغني على الوحدة والإنسان كيكون وحيد كيفاش يشتاق للوحدة، والإنسان كيكون وحيد كيفاش يشتاق للأهل ويكون في غربة. فكانت يعني نوعا ما انطبقت عليا شوية، فقلت لي ما لا، قدمت له هذا التكريم في الألبوم. لو نرجع قليلا يعني في بداياتك في الفن، كانت عندك تجربة في التمثيل، هل تحن نادية بارودي بارود أقول للتمثيل؟ صح نحن دائما، ونبقى يعني دائما نقولها يعني عبر يعني هذه المنابر نمر فيها، نقولها يعني عبر يعني هذه المنابر نمر فيها، نقول أنا مستعدة لأي عرض اللي يكون يناسبني يعني. فكنت في بداياتي صح اشتغلت في التمثيل، وكنت قدمت بعض المسلسلات تلفزيونية وفيلم، وأخيرا يعني فيلم أمازيغي كنت قدمناه في 2010 لنال الصحفة الذهبية في مهرجان الفيلم الأمازيغي اللي هو بابا موح. فحابة يعني يكون في عروض أنا يعني متواجدة هنا، وأنا مستعدة لقراءة جدة هنا، وأنا مستعدة لقراءة أي نص. وصح يعني تجربة هايلة، لأنه شوفي الكاميرا والسينما تاني عالم جميل جدا. نعم. نادية بارود تختار ربما أيضا ظهورها شاركت مؤخرا في مهرجان الأغنية الأمازيغية ببجاية. في رأيك ماذا يقدم مهرجان الأغنية الأمازيغية للأغنية القبائلية؟ أولا عبر يعني كي نشوفوا الأركان يعني واش كاين
يعني كأركان داخل المهرجان نشوفوا أولا اكتشاف الأصوات ديجا في حد ذاته يمكننا أولا أنه الساحة ما تبقاش شغلة، لأنه نعرفوا أنه الأغنية الأمازيغية في يوم ما يعني في بعض السنوات في بعض السنوات وصلت أنه ما كانش الغلاف، يعني ما كانش اللي كان باش يقوم يعني يقدم هذه الاغنيه سواء في القبائلي ولا في الشاوي، ولا نتكلم الامازيغيه عامه وخاصه الاغنيه القبائليه فنشوفوا هذا المهرجان اولا يقدم الاصوات الجديده، فهذا شيء جميل. زيد الى هذه الطبعه الاخيره اللي هي طبعه 14 فيه يعني نقولوا دعوات قدمت يعني لأشقائنا، نقول الأمازيغ في كل دول المغرب العربي بحد ذاته كذلك. يعني هذا الشيء أسعدني كثيرا، لأنه أنا كنت قدمت مهرجان، يعني حضرت في مهرجان مشابه في جزر الكناري. يعني شوفي يعني تخيلي انه مهرجان كيما هذا يديروا فكان جات يعني كان قدمت يعني دعاوي كثيره امازيغ المغرب، أمازيغ مصر اللي هو نعرفه حتى في منطقة سوا. فشيء جميل ونحتك بهذا الناس ونعرف واش راهم يقدموا ونشوفوا الأغنية الأمازيغية عبارة عن ماذا، وهذا الناس يعني الهوية هذه وين راهي يعني كيفاش وصلت. فهذا شيء جميل. وزيد الاحتكاكنا بالزملاء اللي ما احنا ما نشوفوش بزاف. يسعدنا دائما ونتلاقاو مع كيما نقولوا مع الصحفيين، وكانت فيه يعني جلسة يعني أو فرصة باش نتلاقاو مع كل الصحافة تما. هذا في حد ذاته كذلك إنجاز. نعم. ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية مؤخرا، هل في رأيك سيضيف أو سيعطي مستقبل يعني زاهر للأغنية الأمازيغية؟ طبعا احنا بحد ذاتنا كما نقولوا احنا دائما واش كنا نناظروا حتى انه باش نغنيو بهذه اللغه غنيناها، لانه احنا مامنين بها انه يعني هويتي لغتي انا جزائريه مازيغيه اصولي انتسب يعني مسلمه، فكل هذه تدخل في هويتي ونفتخر بها. فعندما يجي يقول لك الترسيم هذا يزيدني فخر طبعا، ويزيدني انه غدوه كما نقولوا هذه اللغه مش راح تندثر ونخليوها كما قال لاولادنا. لانه اول شيء انه المدرسه لازم نعلموها لاولادنا، لانه باش تبقى راح مش يعني نضمنوا انه غدوه سنوات ان شاء الله وفي المستقبل تبقى هذه اللغه ونقول الامازيغيه بكل جنبها، يعني بكل سواء الترقي ولا القبائلي ولا الشاوي. فهذا يزيدنا فخر طبعا احنا كأمازيغ. شكرا لك نادية بارود على كل هذه التفاصيل. نادية بارود، يمكن أن تقدمي لنا شيء أكابيلا؟ يا نسرين أنا نقول لهم في الصيف اجتنبوا هذا المطلب، لكن مقطع صغير لأنه عارفة أنه تعبان. وش حابة تسمعي نسرين؟ من الألبوم نفضل تكون أغنية من الألبوم الجديد. من الألبوم الجديد مادام سميناها أيرغاز، حابة نسمعوا لك مقطع. أيرغاز يتكلم أولا باش نفهموا بالك بالأمازيغية. أيرغاز طبعا يا رجل. هنا تكلم المرأة مع الزوج تاعها بعد سنين أو عبارة عن حوار تقول له لماذا تتغير، وإحنا في هذا الشيء إنه رانا زوج نكبروا وانت تتغير وحاب تغير وحاب تبدل وتروح لدنيا اخرى، وما تنساش انه في هذا العالم احنا رانا زوج. اذا كبرت انا انت كذلك كبرت، واحلى شيء انه العشره ونقبلوا بعضنا كما رانا بعد سنوات. يعني هذا نداء للناس اللي انه بعد سنين و10 و20 سنه و30 سنه نشوفوا الناس تتغير، يعني 30 سنه نشوفوا الناس تتغير، يعني خاصه في هذا كيفاش نقولوا هذا الوثاق اللي يجمع الرجل والمرأة. يعني حبيت نقول نبقى توجور في الاجتماعي. فوالا نقولوا يا أيرغاز ورت حزي بحكوي دادسلا
مني دور تحزي بقلي غادك سنين عدن في سنة كامل كيدي السنة سنين عدن في الله سنة كامل كيدي السنة سنين عدن في الله سنة كامل كيدي السنة سنين عدن في الله متى يضيف خطارة تقول ضيف الجد روح 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 ونحلوه روح 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 ونحلوه روح 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 ونحلوه. جميل، شكرا لك نادية بارود، شكرا على تلبية الدعوة. مشاهدينا إلى هنا نصل. شكرا لك نادية بارود، شكرا على تلبية الدعوة. مشاهدينا إلى هنا نصل. مشاهدينا إلى هنا نصل.